كان في بوست من فتره طويله كانت كاتباه بنتي بتحكي ان مامتها كانت قاعده تعمل محشي واذان العصر اذن، قامت تصلي قبل ما تكمل المحشي وماتت وهي بتصلي. البنت لما بصت على حله المحشي بعدين اكتشفت ان مامتها كان باقي لها اخر سطر بس وتخلص الحله، وكانت متاثره جدا باعتبار ان اخر سطر في حله المحشي بتبقى الواحده مننا عايزه تخلصه وتخلص بقى من وجع الدماغ بتاع المحشي وتغسل ايديها كده وتبقى فائت. بنت بروزت فكره البوست في نهايته بطريقه تهزك. لو مامتها كانت قررت تخلص المحشي الاول وبعدين تصلي كانت ماتت وهي بتعمل المحشي. فرق شاسع بين الموتة دي والموتة دي. البوست ده من ساعة ما قريته معلم معايا جدا فكرة لحظية القرار ببساطة الاختبار عادية. الموقف انك ممكن تمر بمواقف زي دي كتير جدا وما تلفتش نظرك اصلا. هخلص بس اخر حبه محشي واقوم اصلي، هكمل اخر ورقه في الملزمه واقوم اصلي، هبعت الايميل ده بس واقوم اصلي، هغير للبيبي واقوم اصلي، هكمل كوبايه الشاي دي واقوم اصلي. من ساعتها وانا كل ما اسمع الاذان افتكر الموقف واستوعب خطوره الاختبار فاسيب اللي في ايدي واقوم اصلي. وده كان الدرس الاولاني. الدرس الثاني بتستشعره من القصه ان الام الجميله الطيبه اللي ماتت ديا موتة نتمناها كلنا. اثر فعلها البسيط ده امتد لحد ما بعد ما ماتت كمان، امتد لحد ما اثر في حياه ناس عمرها لا شافتها ولا عرفتها لكنها اتعلمت منها بعد وفاتها. سبحان الله اللي جعل لحظه اختيارها وصدق نيتها سبب في صدقه جاريه اودعتها في نفوس كتير من بعدها. جايز نتعلم انك لو ركزت مع كل موقف واخلصت فيه نيتك لله بالشكل ده ربنا هيجازيك فوق الاجر اجور كتيره وما كانتش تخطر على بالك. نرجع ونقول من عاش على شيء مات عليه، فعيش لله يجعل لك اسعد ايامك يوم ان تلقاه.